في وقت في حياتنا بنحس إن صوت العالم عالي جدا، كلام كتير، توقعات، مسؤوليات، دوشة، وفجأة كل اللي نفسنا فيه هو السكون والسكوت. لكن ساعات السكون بيكون شوية بيخوف، وبنقعد نسأل نفسنا: هل أنا محتاجة الهدوء ده ولا أنا بهرب؟ هل أنا بعالج نفسي فعلا ولا أنا بعزل نفسي عن الدنيا؟ الفرق ما بين السايلنس هيلينج والايزوليشن هو الفرق بين الشفا والانهيار. أهلا بيكم في سادس حلقة في رمضان من ما تيجوا نشرب حاجة. ما تيجوا نشرب حاجة. هنتكلم عن كل واحدة فيهم الأول لوحدها، وبعد كده هنقول زي كومباريزن بسيط بينهم. السايلنس هيلينج بتبقى لحظة أنا برجع فيها لنفسي، بعرف فيها صوتي الحقيقي وبسيب العالم بره الباب شوية. هو إني أسمح لقلبي إن أنا أتنفس وأسمع للي جوايا بدل الدوشة اللي بره. الصمت بتبقى مساحة للراحة وفرصة للتوازن وإعادة تشغيل النظام العصبي بتاعي، النيرفس سيستم بتاعي. طب الايزوليشن بقى هي إيه؟ الايزوليشن بتبقى العزلة، والعزلة إحنا متفقين إنها مؤذية، وأنا بسميها مصيدة للاكتئاب. لما بقفل على نفسي مش علشان أهدى، لكن علشان أهرب. لما ببعد عن الناس علشان أنا موجوعة. لما بخاف أطلب المساعدة. لما بطل أشارك وأقول إن أنا تمام، أنا كويسة، ما فيهاش حاجة، بس أنا أصلاً بنهار من جوه. العزلة مش راحة، العزلة بتبقى سجن. البسيطة بينهم إن الايزوليشن زي ما قلنا هروب، فيها خوف، فيها دوشة داخلية، فيها طاقة بتخلص، وفيها إن أنا بقطع اتصالي مع العالم. على عكس من السايلنس هيلينج بيبقى فيها راحة، أمان، صوت واضح، طاقة بترجع، وإن أنا بتصل فيها مع نفسي. السايلنس هيلينج أو الهيلينج إن سايلنس يعني بينظم النيرفس سيستم بتاعي، بيقلل من التوتر جدا، وبيزود التركيز، وبيرجعني لوعي. على عكس من الايزوليشن بيرفع هرمون الكورتيزول، وده بيزود القلق جدا، وبيخلي يكون عندي كرونيك ستريس، ويحسسني ان انا دايما لوحدي، وجهازي الهضمي يبتدي يتأثر، والمناعة بتاعتي تبتدي تتأثر. ايه بقى العلامات ان انا دخلت في الايزوليشن وعلامات ان انا محتاجة السايلنس هيلينج؟ وقت ما بقول لنفسي لا انت محتاجة السايلنس هيلينج، هو لما بحس ان انا عندي صداع، لما بحس ان انا عندي حمل في راسي بدون اي سبب واضح، بيكون صوتي الداخلي عالي ومشوش، ببقى حاسه ان انا عايزه اخد بريك من الناس، بيبقى عندي زي حنين للبساطه وللسكينه، وبيبقى عندي رغبه ان انا اخفف من كل شيء. وده بيبقى وقتي لنفسي، وقتي ان انا اتنفس فيه مش اهرب فيه. على عكس من الايزوليشن ببقى عارفه ان انا عزلت نفسي لما بقطع التواصل مع الناس كلها، لما ببقاش قادره ان انا اطلب المساعده، لما بنام كتير او قليل قوي، لما بفقد الشغف المفاجئ، لما بحس ان انا بتقل وبدأت احس ان انا داخله بقى قوقعة اكتئاب كده، وبنزل دموع من غير سبب. لو ده حصل لحد فيكو، ده معناها ان جسمك بينادي على الامان مش السكون. طب هل انا قادره اتحكم في ده؟ يعني هل انا ممكن اقوم بنفسي واقول ان انا عايزه اختار الصمت الصحي، الهيلينج ان جايدنس؟ طبعا انا هشارككم الجيرني بتاعتي، وانتوا اختاروا الطريقه اللي تناسبكم. اول حاجه انا بعملها ان انا بحدد وقت للصمت، بعمل زي 10 دقايق في اليوم، زي ريست حقيقي كده، اللي هو الوقت ده 100% في سكوت، 100% في سكون هادي، مفيش أي نوع من أنواع الدوشة، حتى تومية ببقى متأكدة إن هو مش هيعمل صوت جنبي. تاني حاجة بعملها وهي إن أنا بديسكونكت تماما، بقفل موبايلي، بسيب السوشيال ميديا بره، بسيب السوشيال ميديا بره الصورة تماما. ساعات ممكن أكون أشغل مزيكا هادية، بقعد كده أتأمل بس في الحياة، سبيشالي لو حد فيكم بقى عنده جنينة أو بلكونة، يا سلام لو يقعد بره، سبيشالي لو هو ساكن في منطقة هادية. ثالث حاجة ودي نون نيجوشيبل بالنسبة لي هو إن أنا أكتب الجورنالينج. هكتب مشاعري، يعني هكتب مشاعري، الكلام المكتوب بيخفف الحمل. رابع حاجة هو إن أنا لو قادرة وعايزة ولو حاسة إن أنا قادرة أتكلم قوي، إن أنا بشارك مشاعري مع شخص يكون أمان لي، علشان الصمت مش دايما معناه إن أنا المفروض أبقى لوحدي. آخر حاجة بقى إن أنا برجع للعالم بس بالراحة شوية، علشان احنا كائنات اجتماعية، مش هينفع نعزل نفسنا. لما بنعزل نفسنا عن الناس بنكتئب اكتر، عشان كده مهم جدا ان احنا نختار الناس المناسبة لينا. عايزة اقول لكم على حاجة اخيرة، لو حسيتوا ان روحكم بتنادي على الصمت فاسمعوها، لكن لو قلبكم بيحس ان هو بدأ يصرخ من الوحدة، ف this is isolation، ولازم تطلبوا ايد تساعدكم. محدش يستحق ان هو يشيل حياته لوحده. قولوا لي بقى في الكومنتس انتوا دلوقتي في انهي مرحلة، الصمت ولا العزلة؟ وايه الخطوة الصغيرة اللي تقدروا تعملوها النهاردة علشان ترجعوا لروحكم تاني؟ اشوفكم الحلقة الجاية. ما تيجوا نشرب حاجة.